السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. الأول بس تعذروني على صوتي عشان تعبانة شوية. وأنا دلوقتي عايزة أشكر كل صحابي وأخواتي اللي على القناة. وبرحب بكل المشتركين الجداد، وإن شاء الله القناة تعجبكم، وإن شاء الله نقدم مع بعض وصفات تليق بيكم. وإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين القرص الطرية اقتصادية وبطريقة جميلة جدا. جايبه لكم كل حاجه بالتفاصيل، بس اوعوا تملوا مني. وتعالوا مع بعض نشوفوا المقادير ايه. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق، والنهارده انا هعجن بشرش الزبده اللي طلع لي من وش اللبن اللي عملناه مع بعض في الفيديو قبل كده. هسيبه لكم في اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الشرش ده عايزين تعجنوها بلبن طبعا مفيش مشكله، لكن انا قلت لكم ان احنا هنعجنه بيه معجنات. تمام. دلوقتي حطيت على نص كيلو دقيق معلقه بيكنج باودر ورشه الملح. ورشه الملح تكون صغيره لو هتعجنوا بشرش الزبده اللي انتوا عملتوه ده. عشان طبعا احنا بنكون حاطين فيه ملح. طبعا كل اللي شاف الفيديو هيعرف قصدي ايه. تمام. واللي ما شافوش يدخل دلوقتي يشوفه بعد ما يخلص الفيديو ده ويحط اللايك. تمام. دلوقتي انا دفيته. يعني كده اقدر ان انا يعني ايه احط ايديا عليه او استحمله بايديا. دفيته كده على النار شويه، وحطيت عليه السكر 3 معالق سكر كبار عشان عايزاها تبقى محليه شويه، وحطيت عليها معلقه خميره ممسوحه كبيره، وقلبتهم مع بعض وسبتهم مع بعض عشان يتفاعلوا وتخمر مع بعض. عفوا. دلوقتي بقى الدقيق اللي عليه رشة الملح والبيكنج باودر، هضيف عليه نص كوباية سمنة على زيت، يعني معلقة سمنة كملوها زيت في نص كوباية من المج العادي بتاع الشاي. وده نص كيلو دقيق، يعني انا عاملاهم حوالي 4 كوبايات دقيق. يعني مش مليانين قوي. تمام. كوباية الشاي العادية خالص اللي موجودة في اي بيت. بعد ما قلبتهم كده بالمعلقة، ببتدي ان انا افركهم كده بايديا واخلي الدقيق كله يختلط بالسمنه والزيت. اهم حاجه الخطوه دي عشان الدقيق كله يعني يشرب كده من الزيت اللي احنا حاطينه. تمام. اول ما يبقى عامل زي الرمل كده وتمسكيه بايدك يعمل يعني يتجمد كده شويه مع بعض، ما يتفككش بسرعه. تروحي جايه ضايفه مع المكون اللي هو الخميرة واللبن، أو الخميرة والشرش أو مية زي ما انتوا عايزين. رايب دي ما بتقولش لأ لأي حاجة. الصراحة سهلة جدا وجميلة جدا في الشتاء. ببتدي ان انا انزل السائل بتاعي اللي هو مكون الخميرة، او يعني اللي عليه الخميرة، يعني واحدة واحدة كده، وبقلب وبعجن كده زي ما انتوا شايفين بالراحة. انا جايبه لكم الصراحة يعني الفيديو طويل شوية عشان بس اوريكم العجينة بتاعتها، عشان ما تفرورش منك وتفضل طرية معاكي لأطول وقت، حتى لو انت ما حطيتهاش في التلاجة. تمام. الاول كده يعني بجمع الدقيق في بعضه كده بالمية زي ما انتوا شايفين. مش بتبقى لسه انا كده ما عجنتش كل ده، بجمع الدقيق بالميه زي ما انتوا شايفين. اول ما اتجمعت كده معايا العجينه وما بقى الدقيق كله اختفى، هغسل ايديا بقى. بس الاول يعني بديها تاني عجن. هغسل ايديا وهعجنها انا دلوقتي على الرخامه. طبعا لو انت عندك طبق اكبر او انت بتحبيش الرخامه، بس انا عن نفسي بحب ان انا اعجنها على الرخامه. اهو رحت غسلت ايديا بقى، والرخامه طبعا نظيفه. رشيت بقى رشة دقيق كده، وهبتدي ان انا اعجن فيها. بصوا بقى يعني عجن بقى زي ما انتوا عايزين. طبعا انتي تعملي نص كيلو دقيق، عايزه تعملي كيلو، انا عامله نص كيلو عشان اللي لسه مبتدئين ولسه مثلا عايزين يعرفوا يعملوا حبه صغيرين، خايفه ينبذوا منهم ولا حاجه. جربوا في نص كيلو زي ما انا عطيتكم المقدار كده، ولو انتوا طبعا عايزين تعملوا مقدار اكبر مفيش اي مشكله. العجينه بقى تقعدي تعجني فيها كده زي ما انتوا شايفين. انا بعجن ازاي؟ باخد شويه لبن، او يعني الشرش دوا اللي هو الخض بتاع الخض اللي نزل لي من وش اللبن اللي حولناه لزبده فلاحي. تمام.
باخد بقى حبة حبة وبطري بيه العجينة واحدة واحدة، ما بنزلهوش كله مرة واحدة عشان العجينة ما تفكش مني. طبعا اللبن ده او الخد ده كان عامل لي كوباية، فانا خدتها كلها. يعتبر انتوا ممكن تحطوا كوباية لبن على نص كيلو دقيق، بس طبعا بتفرق من دقيق لدقيق، لان في دقيق بياخد سوائل ياما وفي دقيق يعني لا بيكتفي بسوائل قليلة. فطبعا انتوا ما تنزلوهوش كله مرة واحدة، وشوفوا هياخد الدقيق بتاعكم هياخد منكم سائل قد ايه. تمام. بفرد كده وبحط شوية اللبن او الخض ده وبعجن فيها. بصوا بقول لكم ان هي بتلزق ازاي، بس كل ده بيتشرب تاني. يعني هي يعني مجرد ما انا بكمل فيها عجن، الصراحة ما شاء الله بتلم تاني واكنها لسه عايزة لبن تاني. يعني بصوا لو ملاحظين ان هي هتلاقوها بتلم كل ما انا بعجن فيها وبلم فيها كده جوه بعضها، كل ما هي بتلم والتلزيق اللي فيها ده بيروح. بصوا بقول لكم ان ايديا اهي بقت نضيفه. معلش طولت عليكم، بس والله عشان اجيب لكم الحاجه الصح تعملوها ما تبص منكم. انا بقول لكم بصوا كده وشها لسه معرج كده، ولا مش صوفي ومش ملساء كده ومش يعني حتى هي ما جاتش في الكاميرا، فانا وريتها لكم وهي بتتعمل كده. اول ما اتقطعت بسرعه لا هي كده عايزه تتعجن تاني ومحتاجه ميه تاني. انا بقى خلصت عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. خلصت بقى الميه اللي معايا بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها في الاول، وقلبتها كويس جدا وعجنتها كويس جدا. قعدت احط شويه في شويه لحد ما بقت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، طريه كده. وبصوا لو حسيتوا ان لونها كمان اختلف، لونها فتح كده، والصراحه بقت ما شاء الله عليها عامله زي اللبانه او الملبن. طريه جدا كده وجميله. بصوا بتمط ازاي، زي ده كده فيها عرق ولذيذه جدا. ودلوقتي جاهزه طبعا ان هي تتخمر وتتعمل احلى قرص. يعني زي والله العظيم زي العسل. يعني انا عن نفسي فطار وعشاء وفي الشتاء تحفة جدا جنب كوباية الشاي بلبن او كوباية شاي عادية، تحفة. انا بخمرها في نفس البولة اللي انا عجنت فيها عادي، ما بغسلهاش، هي بتبقى مكانها دقيق وكده. خمرت معايا يعني خدتش نص ساعة، ساعة خمرت وما شاء الله. بصوا جميلة جدا، ويعني صافية كده مش فيها عرجنة، وشها كده صافي وجميل. طبعا انا غسلت الرخيمة ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اقرصها معاكم او ان انا اشكلها. يعني انا ما بنزلش الخمر بتاعها، كل مرة بنزله الخمر بتاع العجينة، فانا القرص دي مش هنزل الخمر بتاعها. هقرصها كده، يعني اخد منها قطعة قطعة اعملها قرص، يعني فاهمين. عملت معايا حوالي 15 قرصة كبيرة. بس انا في الاخر هوريكم عملت فيها ايه، حشيتها كده بحاجة. ده كان طلب ابني يعني وعملته له، فخليكم معايا شوفوا انا حشيتها ايه. هي ما بتتحشاش كده بس انا حشيتها يعني. بصوا بقول لكم ان الكوره كده تبقى صغيره عشان يبقى حجمها حلو، ما تبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي. بلمها بقى، بصوا زي ما انتم شايفين بلمها سره كده. والتجميع العجين اللي انا عجنت اللي انا لميته ده كله بروح جايه قطعاه خالص، ما بخليهوش فيها. تمام. بقطعه عشان تبقى من تحت تبقى مظبوطه. ولو انتي مش عايزه تعملي كده، في الطريقه التانية اللي انتي تكوريها كده على الرخامه تحت ايديكي، لو تعرفي تعملي دي او تعملي دي، الاتنين سهلين جدا. خلصت بقى كل الكميه اللي معايا، وهبتدي بقى اجيب الصاج بتاعي او الصواني او اي حاجه انا هخبز فيها عندي. دهنتها كده يعني مسحه زيت بسيطه برضك احتياطيا عشان الحاجه برضك بعد ما تعبنا فيها ما تلزقش مننا. بدهنها كده حاجه بسيطه كده من الزيت، وببتدي اخد اول كوره انا عملتها اشتغلت فيها، ابتدي ان انا اشكلها. ببتدي بقى افردها كده على الرخامه بايديا، ببططها كده وبخليها شكل القرصة. السمك بتاعها يعني ميبقاش خفيف قوي ولا تخينة قوي، زي ما انتوا شايفين عملتها كده اهو. بفردها يعني شكل بيضاوي سوري مدور كده اهو. بوريكم السمك بتاعها
وبنزل بيها بقى في الصاج. وبعد ما بنزلها في الصاج بردك بديها فردة تاني. بفردها ليه تاني في الصاج بعد ما انا فردتها على الرخامة، عشان خاطر وانا بشيلها اكيد هي يعني ممكن تكون اتعوجت، ممكن تكون حتة نزلت كده. بسويها في الصاج كده وبطبطب عليها تاني كده طبطبة بسيطة كده وهي في الصاج، عشان الشكل بتاعها يتسوى اكتر. متنسوش اللايك، لو لسه ما حطيتوش اللايك حطوه، عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو وبيخلي الفيديو يتشاف. فرجاء منكم تحطوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. عملت معاكم واحدة تانية اهي، وهعمل معاكم واحدة تالتة زي ما انتم شايفين كده. بعملها بنفس الطريقة كلها. دي القرص السادة، لو انتوا عايزين تحشوها عجوة، تحشوها سكر، تحشوها اي حاجة يعني ما بتقولش لا، عادي ممكن تحشوها. دي القرص الطرية جميلة جدا مع الشاي بلبن، وهي سادة كده تحفة. هي مسكرة شوية عشان احنا مزودين لها السكر طبعا في العجينة. عملت كده. بصوا التلاتة مش لازم ان انتي تسيبي فرق واسع ما بينهم، عادي يعني هما ملزقين في بعض مش هتخمر جامد يعني. بصوا بقى، ده بقى طلب ابني اللي انا قلت لكم عليه. هو قال لي انا عايزها محشيه نوتيلا، فاسكت لا، قلت له حاضر من عينيا. ورحت بقى ايه، قلت عشان ما تبقاش كبيره اعملها بقى صغيره، عشان هو مش بيحب العجوه والكلام ده يعني. فجبت بقى النوتيلا وقطعت بقى الكور اللي انا يعني عملت 10 ساده، والخمسه الاخرانيين دول رحت مقطعوهم كده ايه يعني، الواحدة على يعني التلاتة. اتنين كبار عملتهم 3 صغيرين، فهمتوا؟ يعني خدت من واحدة حتة من واحدة حتة وعملتهم 3 صغيرين، وحشيتهم بقى بالنوتيلا وحطيتهم عادي خالص. كان طعمها جميل جدا، وهتشوفوها في اخر الفيديو وانا بقطعها. عجبته خالص. هو بيقول عليها مولتو يعني، بس ما علينا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، قطعتهم بقى كده كور صغيرة ومحشية، ودول بقى كده كملت بيهم. عملوا لي كده يعني الإجمالي بتاع العدد كله من نص كيلو دقيق أو 4 كوبايات دقيق، 17 قرص، 17 قرصة. وحجمهم الصراحة ما شاء الله يعني عالي وجميل، وشبه ما انتوا شفتهم في بداية الفيديو كانوا مالين الطبق، والصراحة كانوا في منتهى الجمال يعني. زي ما انتوا شايفين بلم بردك كله كده سرة كده من تحت، والحتة الأخرانية دي بشيلها خالص، ولو هي حتة صغيرة لا خلاص بسيبها فيها وبكورها كده، وببتدي ان انا ابططها عادي جدا. طبعا انتوا الحشوه اللي انا حطيتها النوتيلا دي طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا اي حاجه فيها يعني طبعا على راحتكم. زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت الصوص كده كله ما شاء الله جميل جدا. هسيبه يخمر. خد معايا برضك يعني حوالي ساعة تاني. واهم حاجة الخمر اللي هو وهو متشكل لازم تسيبيها تخمر. تمام. سبتها تخمر لمدة ساعة في مكان دافي. دلوقتي هدخلها على فرن مسخن قبل كده على درجة حرارة يعني 180 190 في الرف الوسطاني، لحد ما تاخد اللون الجميل الموحد ده من تحت. ببتدي ان انا اشغل عليها الشوايه واحمرها يعني تاخد وش من غير ما ادهنها اي حاجه. خدت الوش الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ما تطولوش عليها قوي عشان ما تتحرقش منكم وتاخد وش غامق زي اللي حصل هناك ده. في واحده كده اخدت وش غامق لان كانت في اخر الصاج يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده رصيتهم بقى في الطبق في منتهى الجمال الصراحة. بص اللون موحد ازاي وجميلة وعالية ومنتفخة طرية، وفضلت طرية والله يعني لمدة يومين 3 واحنا يعني كان فاضل منها في منتهى الجمال ما فيش اي مشكلة. رب الفيديو يعجبكم. هقطع لكم واحدة وتشوفوها من جوه عاملة ازاي. بصوا طرية ازاي، بقول لكم ان هي يعني في منتهى الجمال الصراحة والله العظيم ما فيهاش غلطة. اتمنى ان انتوا تعملوها وتجربوها، اقتصادية جدا مش مكلفة وما بتاخدش اي وقت، ولونها في منتهى الجمال من تحت ومن فوق اخده اللون الذهبي الجميل. بصوا يعني والله العظيم جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال.
واعملوها سادة، يعني مش لازم تحشوها، السادة دي تحفة. هوريكم بقى اللي احنا عملناها بالشوكولاتة اهو. بصوا بقى الجمال، الشوكولاتة من جوه كده سايحة، ما مسكتش النوتيلا. كان طعمها برضك جميل، عجبتني انا شخصيا، يعني انا بحب الشوكولاتة برضو. فالصراحة يعني جميلة جدا. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانا عارفة ان انا طولت، بس معلش اعذروني بقى. ودعوة حلوة منكم، وياريت تحطوا اللايك، ومتنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو